زهقنا من ان الخروجات كافيهات واكل بس، وقلنا هنقضي اليوم كله لعب. هل تجربة انفينيتي بارك تستاهل؟ ولا يلا روح. المكان هيدن جيم لاننا كنا فاكرين انه للاطفال، وطلع كده فعلا بس للاطفال تحت ال60. المكان كبير جدا وفيه فرايتي العاب مختلفه ونوستالجيا جدا، زي الاركيد جيمز مونستر كلير، باتمان، موتوسيكلات وعربيات. ولمحبين الفرهده عندكم الترامبولين الصغيره والكبيره والباور سماش والفلاي كار والاير هوكي، سواء انتوا 2 أو 4. ومستحيل ننسى الميل داون، اللعبه اللي بجد كانت اهانه ليا انا وهادي، بس كانت بسطانه جدا. بس خلي بالكم تجربوها على مسؤوليتكم. وطبعا اهم حاجه لعبتي المفضله الميكانيكال بول اللي بهدلنا، بس كان فعلا متعه ولازم تجربوها اما تيجوا. وحب الطفوله عربيات التصادم، ده غير ان عندهم الفي ار في اكتر من شكل وبكذا مود مختلف، سواء رعب او مغامره او مرتفعات وشقلباظات 360 درجه. ولعبه الاطفال المحببه التانلز اند سوينجز اللي ما شفتش طفل محبهاش. والمميز في المكان ان الاستاف كله متدرب على التعامل مع الاطفال، وممكن تسيبوهم يلفوا معاهم، خصوصا ان المكان مليان كاميرات. المكان كمان بيعمل ديسكاونت لحد 50% كل 3 و4 واعياد ميلاد بالبادجت بتاعك. يعني قول لهم عايز تدفع كام وهم هيظبطوا لك الدنيا. الكوين ب 25 جنيه والخمسه ب 100، اما التيكت ب 30 جنيه وتيكت الفي ار ب 40 جنيه. ومعظم الالعاب لو كسبت تاخد كوين ببلاش. ده غير كمان ان اي حد جاي من صفحتنا ليه اول 3 العاب فري. اوفر اول انفينيتي مش مكان للصغيرين بس او للكبار بس، هي تجربه كامله للاتنين، هدفها الانبساط وحقيقي تستاهل.